وادي الكيكة بعد ما باظت وقعدنا تدويرها عملناها كده يعني اشكال ايا تكون، ممكن تعمليها باي شكل يعني يعجبك ويعجب الاولاد. فانا عملتها كده يعني ممكن لو زي الكوكيز كان ممكن تزين يتحط لها ملبس او فول سوداني او كريز، بس انا بقيت الكيكة طبعا باظت واقول لكم اسوى بوظنها في الفيديو. فقلت اي حاجة كده على السريع نشوف، حتى على اساس ان ما نفعتش يبقى ما تتكلفش تاني. بس الحمد لله طلعت كويسة وطعمتها زي الفل، والشكل اللي كده حضراتكم شايفينه معانا ومستوية وجميلة، وهي بسم الله ما شاء الله. وهتشوفوا معايا بقية الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عملنا كيكة امبارح، والكيكة والله كانت بسم الله ما شاء الله كانت طالعة كويسة وزي الفل، لدرجة ان بنتي قالت دي الكيكة طالعة مرتفعة قوي وكويسة وباينة عليها هشة كده زي الكيك السفنجي. فانا اخليها بكرة اجيب لها كريمة وازوقها ونعتبر اعملها تورتة، يعني من غير ما نتعب نفسنا ولا نعمل كيكة للتورتة ولا طحية ولا الدقيق الاسبونش ولا حاجة. قلت لها خلاص اركنيها ولما تبرد ابقى غطيها. فهي ما خدتش بالها ان هي لما تبرد تبقى تغطي على الصينية بعد ما طلعت من الفرن على طول. انا بقى ما خدتش بالي من الكلام ده الا الصبح، لقيتها مغطية على الصينية، ولقيت الصينية البخار راجع عليها، والكيكة بعد ما كانت منتفخة وعالية مالية الصينية وزيادة لقيتها هبطت وبقى شكلها يعني يعتبر اتدمرت. لقيت المية رجعت عليها، والكيكة زي ما حضراتكم كده شايفين منظر الكيكة عملت ازاي. فهي بقت زعلانة ومتضايقة، قالت أنا اللي بوظتها وأنا اللي كده ما كنا كلناها أحسن. خدت من الطبقة بتاعتها اللي هنا اللي بالديل وشالتها وعملت منها أطباق الكريمة اللي هي جابتها على أساس تعمل للتورتة، وعملت أطباق ليها ولإخواتها. الكيكة كانت حلوة يعني وكانت هشة وجميلة، وضافت عليها كريمة وضافت عليها فراولة وكلوها وكويسة لأنها الكيكة كانت طعمتها حلوة أوي. كنا عاملينها كيكة بالبرتقال كانت كويسة. لكن الباقي طبعا هنرميه، قلت لها لا خسارة إن احنا نرميه. وادي الوضع بتاع الكيكة والمنظر، لأنها المية والبخار رجع عليها عجنها. وقلت لها لا احنا ما نرميهاش، احنا هنعمل لها إعادة تدوير وإن شاء الله تبقى كويسة وما تزعليش نفسك. طبعا الكيكه زي ما وريكم ان هي كانت والله كانت هشه قوي، كانت لدرجه انها ماليه الصينيه، بس ما اعرفش هو البخار لما رجع عليها شوف عمل لها ازاي. نزلت عليها الميه خلتها اتعجنت وهبطت بالمنظر ده، يعني وضع انا ما كنتش اتخيله، لو حد قال لي لا ما كنتش اتخيل. يعني عندنا حتى الجوانب بتاعتها هي انها هي كانت منتفخه وكانت كويسه، بس يلا قدر الله ما شاء فعل. فانا قلت لها لا احنا ما تزعليش، احنا هنحاول نعملها وهنعمل لها اعاده تدوير وان شاء الله تبقى كويسه وهوريكم معايا. وكده دلوقتي انا هبدأ بقى دلوقتي الكيكة زي ما شايفين هبدأ ادعكها بالوضع ده المنظر ده، ومش هضيف لها حاجة. هي الكيكة فيها السمن وفيها السكر وفيها كل حاجة موجودة، انا هضيف لها بس مية على حسب ما تاخد بقى من مية او لبن الموجود. لكن انا ما عنديش بقى لبن دلوقتي، ولقيت البنت انها زعلانة وتقول لي يبقى انا اللي سببت في انها باظت، يبقى انا كده اللي بوظتها. فقلت لها لا ما تزعليش مفيش حاجة هتبوظ، وكويس ان هي جت على قد كده. وهبدأ دلوقتي ادعكها كده وافكها من بعضيها زي ما حضراتكم كده شايفين اهي المنظر. لما بضغط عليها جامد، انا ممكن تعمليها في الكبة، يعني لو فيه كبة تعمليها في الكبة وتبقى بسرعة تتعمل، لكن انا هعملها بايدي على اساس الناس اللي هي ما عندهاش كبة تبقى تعرف انها تتصرف ازاي. وهبدأ ادخلها في بعضيها وارجع لكم من تاني عشان ما اطولش عليكم. وكده هبدأ كده اخدها على ايدي كده اهو بالشكل ده، زي ما تكوني بتعملي في عجينة الكحك وبتبسي في الكحك بالوضع ده زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. لما هفركها خالص وهترجع كأنها زي الكحك المبسوس او زي القرص المبسوسة، وابدأ اضيف لها المية واوريها لكم بعد شوية. دي الكيكة كده بقى بعد ما عملت بسيتها على ايدي رجعت عجين زي الاول بالوضع ده. طبعا هضيف لها انا معلقة من النشا العادي ده، وهضيف لها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبدأ اضيف لها النشا اهو، وهضيف معايا البيكنج باودر نص الكيس من البيكنج باودر، وهبدأ ادخل بقى ده كله كده في بعضه بالشكل ده. ادخله في بعضه وارجع لكم من تاني. بعد ما قلبت بقى النشا والبيكنج باودر هبدأ اضيف لها المية شوية شوية من المية على قد ما على حسب ما تاخد.
وابدأ ادخل كده العجينة كلها كده في بعضيها. وكده بعد ما خدت بقى فنجان من المية، طبعا المية على حسب ما تاخد، لانها طبعا كل كيكة غير التانية، كل كيكة وحجمها تاخد مية او لبن الموجود على حسب الموجود. وادي كده بالعجينة بقت بالشكل ده، وابدأ اشكلها. هضيف كده كمية بسيطة من الزيت في ديل الصينية، واللي عنده ورق زبدة ممكن يستغنى عن الزيت ويحط فيها ورق الزبدة، لكن أنا أضيف كمية بسيطة من الزيت. وكده هبدأ آخد بقى منها كده كرات كده صغيرة بالشكل ده، أكورها يعني في حجم أي حجم بقى، كل واحد يعمل على حسب ما يرتاح، زي حجم القرصة، زي حجم البتفور، أي حاجة كده يعني بالشكل ده، بالشكل ده. وكده أحسن، بدل ما خسارة إن هي تترمي، وزي ما حضراتكم كده عارفين كل حاجة غلط، وخسارة إن الحاجة تبوظ. وادي احنا هنعملها وهنسويها وهتشوفوها معانا، وإن شاء الله تبقى كويسة وتبقى حلوة. وكده الكيكة بعد ما طلعت من الفرن، كان ممكن بقى تتزوق، يتحط لها ملبس، تحط لها كريز، وهي كده بالشكل ده يعني. وهي معانا أحسن ما كانت اترمت وباظت، يعني الجو مش قابل من الغلو إن الواحد يرمي حاجة أو يبوظ حاجة، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وهي كمان صينية، يعني صينية الكيك قطعت 3 صواني بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه معايا. وادي كده يبقى كده كل ال3 صواني بعد ما حطيناهم اهو بالشكل كده اللي حضراتكم شايفينه، هو مستوي وكويس وطعمته جميلة وزي الفل، والحمد لله يعني بدل ما كانت اترمت. ويبقى ان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك في القناة وعمل لايك، والسلام عليكم. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.